السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. نرحب بكم في مطبخ الفراشة. وصفتنا لنهار اليوم تليتلي مجمر جاي على حبة بزاف بنين. اللي مهتمة تبع معايا الفيديو للاخير باش نوجدوا مع بعض هذه الوصفة الجزائرية وبنينة بالبزاف. قبل ما نبداو في الوصفة تاعنا نرحب بجدد اللي انضموا معنا القناة. نقول لكم نورتونا، ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باه يوصلكم كل جديد. ويلا يا الفحلات ديروا جيم للفيديو وخليوا لي التعليقات ديالكم. بسم الله. مباشرة في تنجرة ولا كوكوت ولا قدرة نديروا شوية تاع الزيت، نديروا اطراف تاع اللحم. تقدروا ديروا دجاج كما حبيتوا البنات، بما انه رانا في العامات تاع العيد يعني اللحم راه متوفر يعني عند كامل الناس، ومنين داك يعني الواحد تتلف له واش يطيب. اذا رانا نديروا لكم هكا وصفات، مره زليف مره دواره، منين داك شتيتها كل مره واش نحطوا لكم. ومنين داك والله يعني اللحم يحضر، لكن الوصفات يعني كشغل يختفوا يعني من مخنا خلاص. هنا البنات قليت هذاك اللحم مليح مليح، دالي بنة القليان. هنا درت حبه تاع بصل، من الافضل ترحيوها مليح مليح ولا سكرفجوها. انا درتها في هذه الرحيوه اليدويه، رحيتها رقيقه باش هكا كي تذوب لي ما تبقاش هكا تبان طراف يعني من الاحسن ترحيوها خير. هنا نخلي دائما هذاك البصل يطيب. ديما نقول لكم كي العاده والعوايد، البنه والسر البنه تاع الماكله خاصه للصغارات والمبتدئات، قليو مليح الماكله تاعكم قبل ما تمرقوا. هنا هذاك البصل شوفوا مديت وقت قليت اللحم، ثم مديت وقت قليت البصل مع اللحم حتى وين ذبال. هنا راني ندير في التوابل، درت توابل تاع اللحم ودرت شويه عكري ودرت شويه فلفل حار وفلفل اسود، وتقدروا ديروا كركم اللي يحب يجي اللون الاصفر تاع التليتلي. من داك اللي كاين اللي يحب يديروا ابيض ولا احمر ولا ديروه اصفر بالكركم. هنا البنات قليت، شوفوا هنا درت الحميصه كمش تحمص. هنا الحميصه تاعي درتها في الاول على خاطر ماهيش طايبه، راهي مشمخه فقط. بصح واذا كانت الحميصه تاعكم الطايبه اياكم وديروها في الاول على خاطر تولي تحسوا عليها ما تلقاوهاش. هذه خاصه للمبتدئات يعني الصغارات اللي يتبعوني في قناتي. الحميصه كي تكون طيبه ديروها في الاخير حوالي 5 دقائق. هنا البنات دائما التمراق يجي بالماء سخون، يعني ما ديروش الماء بارد ابدا ابدا. ديما قبل ما تبداو طيبوا ديروا قدره تاع الماء تسخن. نغطيها ونخليها حوالي ساعه هكذاك على خاطر ماشي كوكوطه، واللي راهي مزروبه تقدر دير كلشي في الكوكوط وتسكر عليه. هنا البنات اللحم تاعي تقريبا فاتت عليه 40 دقيقه على نار متوسطه، راهو طاب نص طياب. هنا اختياري اللي حبت دير الخضره، انا نحب الخضره نحبها في الطعام، فرشتها في الشخشوخه في التليتلي في الروز عليها درت الخضره البنات، درت زروديه ودرت كورجات. تقدروا تستغناو عليها بصح كي يكونوا هكا دار العائله يعني من الاحسن ديروا الخضره هكا باه تزكيو الماكله تاعكم. والخضره اصلا راهي مليحه. هنا البنات في مقله عندي لهنا 500 غرام تليتلي، درت شويه تاع الزيت ولا زبده ولا سمن كما حبيتوا، نحمصوا مليح هذاك التليتلي حتى يعطي لي هذاك اللون الذهبي. كاين زوج انواع تاع التليتلي، انا جابوا لي هذا شويه صغير قصير يعني الحبه تاعو جايه غير مكوره قصيره، بصح انا نفضل الاخر البنات. هذا انا صراحه ما يعجبنيش حتى في اللون تاعو، جاي بزاف اصفر. انا نحب التليتلي اللي جاي شويه الحبه تاعو طويله. يعني قلت لكم كاين شوفوا هذا مكور، كاين الطويل. انا نحب هذاك النوعيه الطويله، بصح للاسف ولادي ما جابوليش هذيك النوعيه، هذيك المفضله عندي. بعد ما حمصته مليح يتحول اللون الذهبي. هنا البنات اللحم تاعي راهو طايب، نحيوه ونحيو هذيك الخضره كامل، ونحي تاني هذيك الحميصه، نحي نقولوا حبيبات باش نزينوا فقط هذاك يعني الصحن تاع التقديم. هذا ما كان. ما تنساوش البنات دعموا الفيديو بجام وخليوا لي تعليقات تاعكم، واذا عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه يعني فضلا بارطاجيو الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي باش كامل يستفادوا.
هنا بعد ما نحيت هذيك الخضره ندير لداخل هذاك تليتلي يتجمر. هنا ملاحظه البنات، واذا كانت كميه تاع المرقه تقدروا تنقصوا كاس ولا زوج كيسان وديروا التليتلي تاعكم هكذا باش ما يجيكمش فيه بزاف المرقه، على خاطر هذه الوصفه يجي شويه ناشف. تحركوا مرة على مرة على نار قليلة حتى وين تشوفوا الشرب هذاك الماء كامل وتبخر كامل هذاك الماء. هنا البنات كاين اللي يحب يفور تليتلي، لكن هذه طريقة سريعة يعني بلا ما نفورو عادي نخليه يتجمر في المرقة تاعو حتى نتحصلوا على هذا التليتلي جاي على حبة وجاي بنين بالبزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفة الخفيفة وظريفة، قدمته مع شوية سلطة تاع طرشي مشوية وقرونة تاع حار وشويه كازوز بارد الله الله، وزينت الطبسي تاعي بهذيك الحميصه وحبيبات تاع البيض وهذيك الخضره. ان شاء الله تكون عجبتكم هذا الوصفه، واللي تحب تنضم لقناتي الأولى الأساسية يوميات الفراشة تلقاو فيها روتينات، جولات في الجيبات، تلقاو فيها الفلاحة، وصفات طبيعية، التعريف بالأعشاب، وصفات للحوامل، يعني فيها بزاف يعني فيديوهات راح ينفعوكم. إذا نخلي لكم رابط القناة الأولى في صندوق الوصف، ضغطوا فقط على عنوان الفيديو تلقاو صندوق الوصف. نقول لكم تهلاو في روحتكم وإلى الملتقى، سلام.